السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ مع قناة سيسترز فود، الوصفات البسيطة والسهلة. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة او اكلة جميلة جدا وبسيطة، هتكفي 3-4 افراد بطريقة بسيطة جدا. هنعمل الشكشوكة المصرية. هنجيب معانا الطاسة بتاعتنا، هننزل ب4 معالق من الزيت. يا دوبك هنسخن الزيت بتاعنا تسخينة خفيفة. بعد كده هننزل بحباية كبيرة من البصل، هتكون تقطيعة متوسطة، مش هنبشره. ولو حابين نكبر التقطيع عن كده شوية تبقى شرايح أطول شوية. هننزل بمعلقة فلفل أسمر. هنبدأ نشوح البصل لمدة دقيقة أو 2 مش أكتر، يا دوبك بنطلع ريحة البصل مش أكتر. هننزل عليه بنص معلقة من الثوم المفروم واحنا بنشوحه، يا دوبك هنطلع روايح الثوم مع البصل كده ريحة جميلة جدا. ما بنحمرش البصل او الثوم. هننزل بحباية من الفلفل الرومي متقطعة تقطيعة كبيرة، ممكن نقطعه حلقات كاملة. هنقلبه لمدة دقيقة. انا عايزة الخضار بتاعي يبقى حي، ما يبقاش مستوي ولا يبقى متحمر ولا ادبله. بعد كده هننزل معانا حبتين كبار من الطماطم، تكون متقطعة تقطيعة متوسطة، لا هي مبشورة ولا مضروبة في الخلاط. هنبدأ نقلبها تقليبة سريعة. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة ملح صغيرة، واحنا نزلنا الاول معلقة فلفل اسمر مع البصل. هنقلب المكونات بتاعتنا ونسيبها تقريبا 5 دقايق مش اكتر، يا دوبك ان الطماطم بتاعتي تدبل شوية. واحنا عايزين الخضار بتاعنا يبقى حي مقرمش معانا، البصل والفلفل. يا دوبك احنا هننشف بس المية، مش هنحط اي مية نهائي، هنستكفي بالمية بتاعة الطماطم. هننزل ب3 حبات من البيض وهنبدأ نقلبهم يا دوبك يستووا. طبعا مفيش مية، تبقى الشكشوكة بتاعتنا بتبقى ناشفة. ولو حابين ان احنا نضاعف كمية الفلفل والبصل والطماطم على كمية البيض، نفس كمية البيض اللي هما ال3 بيضات، وهنضاعف البصل والطماطم برضو بتدينا مذاق جميل بما ان البيض غالي دلوقتي. لو حابين تعملوا بنفس المقادير ديت بتبقى حلوة برضو. هنبدأ يا دوبك نقلب البيض بتاعنا يا دوبك يستوي. طبعا قلتلكوا المية اللي بتبقى فيها اصلا مكملش 4-5 معالق مية نتيجة الطماطم، بس ما بزودش اي مية نهائي. بيطيبوا البيض يا دوبك هو بيستوي، بطفي عليه علشان ما تنشفش مني قوي. طبعا هي كده مع نقدمها مع اي اكل احنا حابينه، بس طبعا اساسها العيش. بنقدمها بقى مع بقية الاكل. هي بالشكل كده بتكفي معانا 3-4 افراد، لكن لو انتي حطيتي ال3 بيضات بس اكيد مش هيكفوا حد. طبعا احنا عارفين ان البيض غالي، وكمان تحس ان هو يعني نزل عليه التخفيض، البيضة نفسها بقت صغيرة جدا. هنبدأ بقى نقدمه في الاطباق بتاعتنا ونقدمه على اي اكل احنا حابينه. اكل تحبيشة مصرية جميلة جدا. هي كده ليها ريحة جميلة جدا، وزي ما احنا شايفين الخضار بتاعنا يعني حي شوية، سواء الفلفل ظاهر معانا، البصل برضو هنحس بالقرمشة بتاعته، بيبقى جميل جدا، ما بنسويهوش تسوية كاملة. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى اكون افدتكم، وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، ونتقابلوا على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.